من الكائنات اللي بحبها قوي واحب اتفرج عليها كتير واركز في كل تفاصيلها الغوريلا. وهو اكتر حيوان بحب ارسمه واستمتع جدا لو الرسمة طلعت مرضية بالنسبة لي. وتقريبا هو الحيوان الوحيد اللي لما بيتعمل عنه افلام لازم اكون شفتها. غالبا كل الافلام اللي اتعملت فيها غوريلات زي كينج كونج والحاجات دي تقريبا كلها اتفرجت عليها، لان الكائن ده بيستهويني جدا ان انا اتفرج عليه، وبيستهويني جدا اتفرج على الجرافيك اللي معمول عنه او الكرتون اللي مرسوم عن شخصية فيها غوريلا. وطبعا لو هنرسم حاجة لازم نتفرج عليها كويس جدا ونركز في التفاصيل ونملى الذاكرة البصرية بتاعتنا علشان لما نستحضرها واحنا بنرسم يكون الموضوع بسيط. ومن اهم مصادر تغذية الذاكرة البصرية موقع بنترست، الموقع الرائع ده. اكتب بس في السيرش الحاجة اللي انت عاوز تتفرج عليها وعيش حياتك بقى، هتتبسط يعني، لا بجد بجد هتتبسط. فطبعا عشان موضوعنا دلوقتي الغوريلا فانا بدور على الغوريلا. انا مش عارف ايه اللي فكرني بموضوع الغوريلا ده، بس لقيتني قدام ورق وعاوز اشخبط شويه فقلت نسكتش مع بعض، وهو نبقى عملنا فيديو ومنها ان احنا شجعنا بعض ان احنا نشتغل. دلوقتي بقى هبتدي ان انا اشتغل على رسم الغوريلا. اول حاجة بفتكر كده ايه شكل الراس، بعد كده جزء الجسم العلوي بيبقى اضخم من الجزء اللي تحت. الاكتاف تحس انها كبيرة جدا، الوسط تحس ان هو نحيف جدا. حتى ناس من لاعبي كمال الاجسام وكده بياخدوا الغوريلا كنموذج للجسم اللي هو الفت، يعني اللي هو الجسم اللي هو ايه من فوق كده عريض ودراعاته كبيره ووسطه رفيع والكلام ده كله. طبعا انا برسم بقى دلوقتي هو مرتكز على دراعينه اللي قدام. بحاول طبعا افتكر من اللي انا اتفرجت عليه من الصور اللي انا شفتها. الراس بتبقى فيها جزء من فوق عالي كده. طبعا هي الغوريلا انواع، تقريبا يعني هي انواع، لان في كذا شكل انا شفته، بس هو الشكل اللي علق معايا الشكل اللي انا برسمه ده، اللي هو الراس الكبيره، الوسط اللي هو يعني عارف مرسوم قوي. الرجل طبعا اللي ورا اقصر من الدراعين اللي قدام، الدراعين اللي هم طوال هو مرتكز عليهم، والدراعين تحس ان هم متنيين لقدام كده، تحس ان هو ايه عارف اما تبقى يعني فارد دراعك قوي. تقريبا كان ايديه ليها صوابع كده، صابع فوق والصوابع الباقية هو يعني محطوطة على الارض كده. و تقريبا هي دي الشكل الاقرب للغوريلا. تقريبا كده كان الوش عبارة عن مثلث من فوق وفي زي دايرة كده من تحت. لو تحت احنا بنرسم الوش بس، يعني انا بحاول ان انا استرجع معاك بس شكل الملامح وبعمل لها تصرف بحيث انها تبقى كاريكاتيرية، مش واقعية، مش حقيقية. العين بتبقى مدورة كده وداخله لجوه. المناخير بتبقى شكل مناخير الانسان بس ما ايه مفلطحة اكتر ومش مدببة لفوق. والبق بيبقى بعيد عن المناخير في مساحة كبيرة كده، اللي هي المساحة اللي ما بين المناخير والبق. بعمل له بقى مثلا ايه شعر كده حوالين وشه. ده شكل كده انا بحاول ان انا ارتجله كده شكل يكون كرتوني للغوريلا. ممكن ارسم بقى غوريلا بالجنب، الكتف، الدراع نازل للارض خالص، مرتكز على قبضة الايد من ظهر قبضة الايد. الوسط بعمل الدايرة دي، الوسط اللي نازل منها الرجلين علشان تديني احساس الوسط اللي هو اللي مرسوم قوي. وادي الراس، المناخير والبق بعيد زي ما قلنا عن المناخير، بس هي المناخير دي تحس انها المفروض ما تكونش مدببة قوي كده. والراس برضه عاوزة تتظبط، ايوه كده يعني تقريبا يعني ايه القورة داخلة لجوه وفي راس كده طالعة من قبة كده من ورا. وادي العين والمناخير لا عايزة تتظبط، ايوه تبقى مفلطحة اكتر. وفي نفس الوقت البق ايه يعني طالع لقدام كده. بعمل بقى الرجل التانية بعملها مثلا بعيد كده شوية وبظللها بحيث انها حس انها يعني ايه هناك يعني اللي هي الرجل التانية هناك او الايد التانية هناك. الصدر بقى بيبقى ايه قابب كده، يعني اللي هو عارف زي حد قوي كده بتدي قوة للموضوع يعني. بس يعني بظلل كده بالقلم الرصاص عشان احس بالسكتش بتاعي ان هو يعني ايه بقى شبه اللي انا عاوز اطلعه في النهاية، يعني كلون مثلا اسود او يديني احساس ان هو شعر، الجسم اللي مليان شعر.
ببتدي بقى ان انا اشتغل على مثلا وش كده غوريلا يكون إيه كرتوني قوي، العينين اللي هي قريبة من بعض، والمناخير المفلطحة والبق البعيد عن المناخير، بيديني احساس بالغوريلا اكتر. يعني انت تحس كده ان انت بترسم وش عادي، بس شوية التفاصيل اللي بتفرق فيها دي هي اللي يعني بتنقل الرسمة بتاعتك. ده انا عامله طبعا، ده بيضحك ضحكة كده كرتونية يعني. بس يعني بحاول كده ان انا شخبطة من ضمن الشخبطات اللي احنا بنشتغل عليها. بفكر ان انا ارسم حاجة تانية مثلا، غوريلا بقى قاعدة وبتتكلم مثلا، حاجة كده كرتونية زي ما بنرسم. ممكن نقلبها مثلا في صفحة تانية ما تكونش مع دول. الورق ده طلع مش بتاعي على فكرة، الورق ده طلع بتاع خالد بتاع المدرسة، تصدق فعلا. هو شكله كان بيذاكر هنا. طيب عامة هنجيب ورق بقى من بتاعتنا علشان نبتدي بقى نشتغل براحتنا. الحمد لله ان احنا رسمنا في ظهر الورق يعني. هبتدي بقى ارسم الغوريلا بتاعتي بالتفاصيل اللي انا يعني عملت سكتشات عليها كتير. العينين القريبة من بعض، المناخير المفلطحة، البوز بقى اللي هو يعني نزلة البق من عند المناخير كده. نعمله بقى بيتكلم. شوية التجاعيد اللي بتبقى فوق المناخير، الودن بتبقى صغيرة، الكتف بقى القوي جدا الكبير جدا. طبعا انت ممكن تبالغ في الحاجات دي كلها. ايده، كف ايده بيبقى شبه كف ايد الانسان شوية، تمام. بس يعني ان انت بقى تديله شعريتين كده بتاع، يعني بتبقى بعيدة شوية عن ايد الانسان. الدراع بيبقى كبير او بيبقى فيه قوة اكتر. طبعا الكلام ده كله على ما افتكر من الحاجات اللي انا اتفرجت عليها يعني. فانا عامله هنا مثلا الغوريلا دي بتتكلم مثلا، بتقول حاجة وبتشاور بايديها وكده يعني. ادي الكتف اللي هناك، ونازله بقى بالدراع بتاعها بتقول حاجه مثلا او بتتكلم في حاجه. البطن ممكن اعملها قبه شويه، لان بطن الغوريلا بتبقى زي كرش كده. نطلع بس شويه، انا شكلي يعني كان المفروض ان انا اوسع على نفسي شويه في الورقه. انا كده مش هعرف يعني ارسم بقيه الرسمه على الورقه كامله، او الرسمه مش هتطلع كامله يعني. ما فممكن بقى الرجلين نتغاضى عنها. ببتدي بقى اظلل. التظليل ده طبعا بيديني احساس بقى باللون الاسود، ان الغوريلا لونها اسود، او ان الجسم كله شعر. فطول ما انت بتعمل سكتشات او ان انت بتتمرن على حاجة معينة، فانت محتاج ان انت تبقى شغال ومش حاطط في دماغك ان الرسمة تطلع احسن حاجة. يعني انت بس هي عبارة عن شخبطات. يعني طول ما انت قاعد بترسم او بتجرب رسمة معينة، فبتحاول تقنع نفسك ان انا مش بعمل احسن حاجة، لا انا بعمل بس شوية شخبطات كده علشان لو الدنيا ظبطت معايا خير، ما ظبطتش خير، وتديني كده مساحة ان انا ممكن اجرب حاجات، ويبقى عندي حرية ان انا اجرب واغلط، ويبقى عندي حرية ان انا اجرب حاجات وانا يعني بنسبة نص في المية انها هتنجح. حتى لو ما نجحتش خالص فما فيش مشكله خالص. ما فيش يعني مفيش مشكله ان الحاجه تطلع مش مظبوطه، طالما انا حاطط في دماغي ان انا بجرب. يعني الورقه دي في النهايه هشيلها وارميها، يعني مفيش مشكله. بس يعني انا قلت اجرب معاك كده ان احنا نرسم غوريلا مع بعض، ولعل الفيديو ده يكون مشجع ان انت تبدا تدور وتسيرش على حاجه انت عاوز ترسمها وتحاول ان انت تعمل شخبطات، وتشاركنا بقى تجاربك على جروب الفيسبوك اللي انا هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن تحت.